كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايمًا تكونوا بخير ورمضان سعيد علينا وعليكم. في كلمتين كده بييجوا في تفكيري دايمًا وما بابقاش عارف هو المفروض نفكّر فيهم إزاي. يعني مثلًا الأب والأم اللي هم خلّينا نحسبها بمرّتين، مرّة إن الأب ما بيحبّش مثلًا أهل زوجته وإن هم برّه ف حصل خلاف كتير أو حصل خلافات كبيرة، فأنت بالتالي الأطفال بتتأثّر وما بتبقاش عايزة تشوف العيلة دي، أو مش عايزة تقرّب منهم، أو مش عايزين يعرفوهم هم كمان. فدلوقتي الحساب ربنا عز وجل هو ربنا عز وجل وما ربُّك بظلام للعبيد، فأكيد طبعًا مش هيحاسب العيال زي الأب. بس أنا بافكّر كده إن أكيد أنت هتكون سبب أو هتتحاسب على ابنك إن أنت كرّهته في عيلة من المفترض إن هو يودّهم. فحاليًا أنت بتتحاسب على الولد ده، كذلك برضه العكس، الأم مثلًا ما بتحبش العيلة بتاعة الزوج، ف بالتالي العيال ما بتحبش أهل أبوها، وده أنا أخدت بالي منه من مسلسل باتفرّج عليه، مسلسل هنا في رمضان، فحسّسك وأنا قاعد حسّيت فجالي في التفكير اللي هو الواد ده أو الشخص ده اللي في أو الممثل ده ما بيحبّش العيلة دي عشان أمه ما بتحبّهاش، ف فكِبر على كده، فما بقاش يحب العيلة دي، والعكس بقى، الأب ما بيحبّش العيلة دي فدلوقتي هم مؤثّرين في قرارات الولد والبنت أو في أولادهم وهُم مش واخدين بالهم. فدلوقتي ربنا عز وجل أكيد هيحاسب الناس دي أكتر بكتير من الطفل نَفْسه، حتى لو أنت أدركت فهو أنا دايمًا مقتنع تمامًا إن البيئة نفسها اللي أنت بتعيش فيها هي أكبر مؤثِّر عليك. فتخيّل إن أنت مثلًا عايش في الهند مثلًا، في بلاد الهند وهُم بيعبدوا البقر هناك. ف هيبقى صعب أوي إن أنت تحس إن أنت بتعمل حاجة غلط، فاهم قصدي؟ ولو أنت بقيت مسلم هتبقى حاجة أنت عملت حاجة كبيرة أوي، غير إن إحنا مثلًا في بلاد المسلمين وأنت اتولدت بقيت مسلم، فأكيد ربنا مش هيحاسبك زيه، أكيد هو جزاؤه أكبر بكتير من جزائك، لإن أنت اتولدت already مسلم، فده كان سهل عليك إن أنت تبقى مسلم، أمّا هو صعب عليه إن هو بقى مسلم. عشان كده ربنا عز وجل أو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: "يأتي على أمتي أيام القابض على دينه كالقابض على جمر". فأكيد طبعًا إن الناس بتمتحن أو امتحاناتك نفسها بتختلف، فعمرك ما تحُط الاختبارات أو الحاجات كلّها اللي بتتحط فلسفيًا ومنطقيًا وكل حاجة، اوعى تخُش في جدال إن أنت شبه حد، لإن كل الناس بتخُش في مشاكل مختلفة، مع تأثيرات مختلفة، مع بيوت مختلفة، فتخيّل إن أنت وإحنا عايشين في نفس البيئة، في نفس المجتمع، في نفس كل حاجة بتختلف. تخيّل أنت لو عايش في مجتمع تاني، كل حاجة مختلفة بتفكير مختلف، بكل حاجة مختلفة. واخد بالك؟ أنا عارف إن أنا زحّمت الموضوع بس الموضوع فعلًا محتاج إن أنت تفكّر فيه كويس، إن أنت فعلًا ما يبقاش في أي حد مننا judgmental على أي حد، يعني ما يبقاش في أي judgment على أي حد، لإننا كلّنا مختلفين تمامًا، حتى لو البيوت مختلفة، الأُسر نفسها مختلفة. سلام.